There's only one way to leave the KGB. So don't play with me. Except chess. Would you fancy a game? Mate. Lay down. الفيلم بيبدأ بفرقة سرية من CIA بتقابل مصير مرعب في موسكو، وكل ده كان على ايد السلطات الروسية بقيادة راجل تقيل في الKGB اسمه فاسيليف. رسم المقطوعة اتبعتت للسفارة الأمريكية كإنذار مرعب لأي حد في CIA يفكر يلعب هناك. نعدي 5 سنين قدام ونتعرف على سامي اللي بيدور على وشوش جديدة لوكالة عروض أزياء في باريس. البحث ده ياخده لسوق في موسكو، وهناك عينيه تقع على أن بنت مميزة جدا كانت بتبيع عرايس روسية تقليدية. سامي عرض عليها تشتغل موديل وقال لها ان الوكاله هتتكفل بكل مصاريفها. أن فكرت شويه وبعدين وافقت، وفجاه لقينا أن في باريس، وهناك قابلت دروسي منسقه العارضات وجون مدير الوكاله. دروسي خدتها تشوف السكن المشترك اللي بيعيشوا فيها الموديلز، ولانها مش متدربه كويس واجهت صعوبات في اول جلسه تصوير ليها، بس بسرعه اتاقلمت وابهرت الكل بحركاتها وتعبيرها. وفي اخر اليوم وهي راجعه اوضتها لقت الموديلز تانيين مستغلين سريرها في حاجات خاصه. اتخانقت معاهم وحست بالاهانه، فقررت تسيب الأوضة وتشارك واحدة تانية اسمها مود. وفي حفلة عشاء للوكالة أن قابلت أوليك فيلينكوف، راجل أعمال بيشتغل مع الوكالة، ومن أول لحظة شدته وطلب يقابلها لوحدهم على العشاء. نعدي شهرين ونشوفهم في أوضة في فندق فخمة بيقضوا وقت خاص مع بعض. ولما حاول يقرب أكتر أن ترددت وسألته بيشتغل إيه، وقال لها إنه شغال في تجارة السلاح. أول ما عرفت المعلومة دي طلعت ميكروفون صغير كان مستخبي في لبسها، وبهدوء طلعت سلاح وقتلته. نرجع بقى 3 سنين ورا ونشوف أن عايشة مع حبيبها بيوتر اللي كان بيعملها بأسوأ شكل ممكن. سنين من الضرب والإهانة، وكان بيجبرها تساعده يسرق فلوس من كروت أجانب بيخطفهم، ولو رفضت بيضربها ضرب جامد. العيشة المرة دي خلتها تدور على طريق للهروب. قدمت كذا مرة علشان تنضم للبحرية الروسية، بس كالعادة ما كانش في رد. وفي ليلة بيوتر وعصابته خطفوا أمريكي ونهالوا عليه ضرب علشان ياخدوا الباسبور بتاع كارت البنك بتاعه. وأنا كانت قاعدة في العربية مش قادرة تعمل أي حاجة، لكن الشرطة لمحتهم وبدأت مطاردة نارية وجنان في شوارع موسكو. والمطاردة انتهت بقلبة جامدة لعربيتهم في نص الشارع، بس هما الاتنين خرجوا منها بإصابات بسيطة وهربوا على رجليهم. وأول ما رجعوا البيت لقيت عميل من الKGB اسمه أليكس مستنيهم جوه من غير ما ينطق ولا كلمة. خلص على بيوتر بكتم صوت، ورد فعل أن البارد على موت بيوتر شد انتباه أليكس، وكان عارف اللي عانت منه، فعرض عليها تبدأ من جديد معاهم. عرض عليها تدريب قاسي لمدة سنة، وبعد 4 سنين شغل، وفي الآخر هيديها حريتها. أنا كانت شكاكة ورفضت في الأول، بس وهي بتنزف الجرح هي اللي عملته لنفسها. كلام أليكس على الاستقلالية خلاها تفكر وتوافق. بعد ما خلصت التدريب قابلت أولجا المسؤولة عنها في الKGB. في الأول كانت شايفاها مجرد طعم بسبب شكلها ومترددة إنها تستخدمها في مهام، لكن أنا فرجتها على ذكائها في الشطرنج وانبهرت بيها، وعلشان كده ادت لها أول مهمة صعبة. لازم تقتل تاجر مخدرات روسي في كافيه في 5 دقايق بس. وما كانتش عارفة إن الكافيه محاط برجالة مسلحة كتير، ودخلت ووجهت المسدس على الراجل، بس اكتشفت إنه فاضي. الحراس هجموا عليها فورا، وبالرغم من المفاجأة أنها كانت شاطرة جدا في القتال بالإيد، وقضت عليهم واحد ورا تاني. بس وهي بتخلص عليهم واحد ورا تاني زعيم العصابة هاجمها من ورا وبدأ يخنقها بإيده، بس هي ما استسلمتش. مسكت شوكة وطعنت بيها بجسمه كذا مرة لحد ما وقع ومات. ورغم إنها خلصت عليه إلا إنها اتأخرت دقيقة عن الوقت اللي كان متحدد ليها، وعلشان كده أولجا قالت إن المهمة فشلت. وده ضايقنا جدا. فراحت تواجه أولجا بعدين واتهمتها إنها كانت عاملة لها كمين علشان تموت فيه، لكن أولجا قالت لها إن الخطر مش دايما بيتحسب، وخدتها على مكان سكنها الجديد وسابت لها ملفات فيها كل تفاصيل المهمة الجديدة. وتاني يوم أنا كانت مركزة جدا في قراية الملفات لحد ما أليكس كلمها، وكان باين عليه إنه بيحبها. عزمها على العشاء بس هي كانت مشغولة، واتفقوا يتقابلوا في وقت تاني. اليوم المهمة أن اكتشفت إن الهدف اللي لازم تخلص عليه هو أوليك، واللي حصل بعد كده كان شبه اللي شفناه قبل كده.
بتاعتها وخلصت عليه بكل برود وباحتراف. وهنا بنكتشف المفاجأة، كل فترة الشغل أن كعارضة أزياء في باريس كانت خطة كاملة من الكي جي بي علشان توصل لأوليج. كانت هي مرتبة كل حاجة بحيث تلفت نظر سامي، وسافرت باريس علشان تمثل إنها بدأت شغل جديد كعارضة أزياء. وللمحافظة على التغطية دي أوليج نسقت لها علاقة مع مود، وبعد ما خلصت على أوليج أن استخدمت بديلة شبهها علشان تمسح تسجيلات الكاميرات في الفندق. دلوقتي أن بتتسأل من عميل CIA ليني ميلر عن مود أوليج، وقالت له إنها كانت فعلا في الفندق وكاميرات الشارع بتأكد كلامها، بس نفى تماما إن أولي كان معاها. ميلر ما قدرش يثبت عليها حاجة فاضطر يسيبها تمشي. بعد ما المهمة نجحت أن رجعت موسكو وتقابلت مع أليكس في شقتها. اللقاء ما طولش وتحول بسرعة للحظة رومانسية. تاني يوم أن راحت مع أليكس وأولجا يواجهوا فاسيليف، لكن للأسف هو رجع في كلامه وموافقش يديها حريتها بعد ال5 سنين، وهددها بمسدس وقال لها بصراحة اللي يدخل الكي جي بي ملوش خروج إلا بالموت. أوليجا وأليكس واقفين زي الأصنام، لا نطقوا ولا فتحوا بقهم. بعد الصدمة دي أن سابت موسكو ورجعت باريس وكملت شغلها كعارضة أزياء كأن حاجة ما حصلتش. كانت متضايقة ومخنوقة وحاسة إنها مش قادرة تتنفس من كتر القيود اللي حواليها، فكلمت أليكس في التليفون وفتحت له قلبها. قالت له إنها مش طايقة الوضع ده. أليكس حاول يهون عليها وقال لها ما تفقديش الأمل يا أنا، وادالها تلميحة كده كأن في طريق للهروب لو ركزت شوية. سألته لو حاولت أهرب هتساعدني؟ رد عليها وقال هعمل كل اللي في إيدي علشانك. وبعد المكالمة دي كام يوم أوليا كلمت أنا علشان مهمة جديدة. الهدف كان تاجر ألماني اسمه فوردنبرج، راجل كبير في السوق وداخل في شغل وسخ في الشرق الأوسط، وكان دايما بيحب يحتفظ ببنت من البنات في أوضة الانتظار في الفندق. أولكا قالت لأن الأوضة ما فيهاش كاميرات مراقبة، يعني لازم تشتغلي لوحدك ومن غير دعم. أنا لبست لبس بنات الليل ودخلت أوضته على إنها واحدة من البنات، وعملت نفسها داخلة الحمام، وهناك طلعت المسدس بكاتم صوت وكل برود خلصت عليه. خدت الشنطة اللي كانت معاه وراحت تقابل أولجا في أوضة تانية في نفس الفندق. بس أولجا ما انبهرتش خالص، قالت لها 12 دقيقة انت كنت بتعملي المهمة دي في نص الوقت ده وما خدتش حتى صباع الراجل المفروض يبقى دليل. رجعت أن الأوضة وقطعت صباعه كل برود ورجعته لأولجا كأنه ظرف شغل. بس كل ده كان تقيل على قلبها وقعدت تعيط، هو أنا هفضل أقتل لحد إمتى؟ أولجا حست إن البنت على وشك الانهيار وقالت لها تاخد لها أجازة أسبوع مع مود. أنا فعلا ارتاحت شوية وسط الهوا النظيف ورجعت بعد كده وهي نشيطة كأنها اتولدت من جديد. دخلت تاني في الشغل بس المرة دي كل قوتها وبقت شغالة زي الساعة. أولجا بقت تبصلها بإعجاب لأول مرة، وفي نفس الوقت شغلها كموديل في باريس بقى نار. وبعد كذا شهر فاسيليف نفسه كبير الكي جي بي بقى متابعها وبعت لها دعوة تجيله موسكو علشان يقابلها. أول ما وصلت روسيا ما راحتش لأي حتة، راحت على طول تشوف أليكس. كانت مشاعره سايبة، الاتنين ما كانوش قادرين يخبوا اللي جواهم. دخلوا اوضه تخزين بعيد عن العيون ولقوا نفسهم في لحظه قرب ودفى وعملوا شاي بلبن مع بعض. وبعد اللي حصل أن دخلت تقابل رئيس كي جي بي فاسيليف. كانوا قاعدين بيلعبوا شطرنج، بس الموضوع ما كانش لعبه شطرنج، دي كانت معركه مخ، كل نقله بحساب وكل خطوه وراها نيه. وأليكس بيراقب من بعيد، خد باله من اشارات خفيفه بتعملها أن بايديها، وفجاه الدنيا اتشقلبت. أن غلبته في الشطرنج وسحبت المسدس بسرعه وضربته رصاصه في دماغه خلصت عليه. وساعتها الفيلم رجع بياخدنا ل6 شهور ورا للمهمة بتاعت تاجر ألماني اسمه فورتنبرج. خرجت من الحمام واتفاجئت بليني الراجل بتاع CIA واقف هو وفريقه مستنيين يقبضوا عليها. بس ليني عرض عليها عرض مش سهل، تشتغل جاسوسة مزدوجة لحساب CIA، وقال لها سنة شغل بس وبعدها هياخدها تعيش حرة في هاواي وتبدأ من جديد. وما كانش قدامها اختيارات كتير فوافقت وهي مضغوطة. وسألت ليني ازاي قدر يوصل لها، قال لها طريقة شيلك للشنطة هي اللي فضحتك، وعشان كده خدت 12 دقيقة علشان ترجع لأولجا في يوم العملية. في الأجازة اللي خدتها ليني كان بيطمن عليها من بعيد لبعيد، وكانوا بيتكلموا في سرية في أماكن مستخبية. هو عزمها على العشاء بس هي رفضت، وعشان أولجا كانت مترصدها على طول. بس في الآخر اتقابلوا في أوضة بالسر في نفس الليلة، وبقوا يتقابلوا أكتر من مرة حتى بعد ما رجعت أنا باريس. وفي يوم من الأيام ليني قال لأنا على مهمة جديدة، إنها تخلص على رئيس الكي جي بي فازيليف، وقال لها إن الراجل ده خطر على العلاقة الودية بين موسكو والCIA. ليني نفسه كان ماسك مكتب الCIA في موسكو قبل كده، وكشف إن فاسيليف كان السبب في موت 9 جواسيس أمريكان كلهم في يوم واحد بس زي ما شفنا في أول الفيلم. وعشان يقنع أن وعدها إنها هتاخد حريتها بدري لو نفذت العملية بنجاح. نرجع تاني للحاضر. بعد ما خلصت على فازيليف أن ضربت أليكس وخدرته وسحبت بيانات مهمة من كمبيوتر فازيليف ونقلتها على فلاشة قبل ما تهرب. أليكس كان لسه مش فاهم إيه اللي حصل، بس قدر يدوس على زرار الإنذار السري اللي تحت مكتب فازيليف وخلى الأمن يجي جاري. وبمهارات قتالية عالية أن غلبت عدد
عدد كبير من الحراس، بس فاتها ميعادها مع ليني اللي كان مستنيها بره المبنى. ليني شك انها خانته، فراح لموت صاحبتها وطلب منها تقول له لو ان كلمتها. وفي نيويورك ليني اتكرم واتقال عليه بطل عشان خلص على رئيس الKGB. وبعد شويه جات له رساله من أنا بتحدد له ميعاد في كافيه جوه جنينه عامه، ولما راح الميعاد لقى أليكس مستنيه. ساعتها فهم انهم اتسحبوا في فخ. الاتنين لمحوا لبعض ان في فرق كامله وراهم بتدعمهم، وفجاه أنا وصلت وبست الاتنين وقالت لهم انها هي اللي رتبت كل ده بنفسها ووقعتهم في بعض عن قصد. أنا رجعت الداتا اللي سرقتها لكل واحد فيهم، بس احتفظت بنسخة معاها علشان لو حد فيهم قرر يغدر بيها. ولما ما كانش في حل تاني ليني وأليكس وافقوا يسيبوها تمشي، يعني كأنهم ادوها حريتها على طبق من فضة. وفي الوقت ده أولجا كانت مترصدة للمشهد كله من بعيد، وعينيها بتراقب كل اللي بيحصل لحظة بلحظة. وبعد ما أنا مشيت أولجا ظهرت فجأة وضربت عليها نار كأنها بتصفيها وكأنها بتعاقبها علشان خيانتها لموسكو. وفي نفس الوقت ليني وأليكس وقفوا قدام بعض كأنهم هيبدأوا حرب، بس في الآخر كل واحد ساب السلاح. نرجع 3 شهور لورا، أنا وأولجا كانوا قاعدين مع بعض وبيتكلموا عن اللي بيحصل. أولجا اعترفت إنها كانت عارفة إن ال CIA جندت أنا، وعرفت ده من علامات القيود اللي كانت في إيديها وقت عملية فوردنبرغ. بس المفاجأة إنها قالت لأنا تكمل مع ال CIA وتسمع كلامهم، وكان جزء من الخطة قتل فاسيليف لأن أولجا كانت عايزة تاخد مكانه. واتضح إن اللي حصل في الجنينة ما كانش حقيقي، أولجا ما قتلتهاش بجد. أنا كانت لابسة سترة ضد الرصاص، والرصاصة كانت تمثيلية. أنا الحقيقية هربت من مجرى الصرف وغيرت هدومها وشالت الباروكة وضاعت وسط الناس، وأخيرا كسبت حريتها بإيديها. وبعد كل ده أولجا قدرت تمسك مكان فاسيليف وتبقى هي الكبيرة. وأول ما فتحت جهازها لقت ملف من أنا وفيديو كمان. أنا كانت بتشكرها، بس في نفس الوقت قالت إنها كانت مسجلة آخر كلام ما بينهم اللي فيه أولجا اعترفت إنها كانت ماشية مع خطة ال CIA لقتل فاسيليف. وبابتسامة خفيفة أولجا نفذت آخر طلب من أنا ومسحت اسمها وهويتها من سجلات الKGB كأن عمرها ما كانت موجودة. لو عجبك الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل القصص الجامدة دي أول بأول.